عشان ياخدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة يا إخواني مع آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكبر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة يا جماعة مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم، وبين الروم وبين أمريكا وأوروبا. مع أول مواجهة بين رسول الله وبين الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتحتل مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا وأفريقيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصل له أخبار مرعبة، حشود مرعبة من الرومان على شمال الجزيرة بتستعد في أي لحظة للهجوم على المدينة المنورة. خبر مرعب. الرسول عليه السلام فورا يقرر حشد القبائل العربية اللي أسلمت للخروج لمواجهة الإمبراطورية الرومانية. الوقت يا رسول الله، الوقت ده يا رسول الله، يا رسول الله الثمار على الاشجار خلاص هتتقطف. ده الثروه بتاعتنا طول السنه اللي بنبيعها ونصرف منها طول السنه، اللي احنا اصلا لما هنيجي نخرج معاك هنقطف منها وناكل طول رحله الجهاد لقتال الروم. يا رسول الله، يا رسول الله الدنيا حر نار، هنخرج في الصحراء المهلكه في الحر الرهيب ده ازاي؟ يا رسول الله الفقر رهيب، السنه اللي فاتت كانت سنه مجدبه، احنا مستنيين طلوع الثمار بفارغ الصبر. يا رسول الله الوقت طب هنقاتل مين؟ هنقاتل الروم. اول مره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن الوجهه اللي هو طالع ليها. هنقاتل القوه العظمى الاولى في العالم وكمان في بيوتهم. هنروح لهم، مش هنستنى لغايه ما يجوا المدينه. هنقاتلهم وهم في اعظم فتره مرت عليهم في قوتهم، وهم في عز انتصاراتهم على دوله الفرس، وهم في عز بسط نفوذهم على الثلاث قارات اللي هم كانوا محتلينهم. الرسول عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله ده معنى كده ان احنا لو رحنا للروم هنمشي 2000 كيلومتر، 1000 كيلومتر رايح و1000 كيلومتر راجع. يا رسول الله ده احنا هنمشي في صحراء ما فيش بشر مشي فيها. يا حبيب الله العواصف الرمليه اللي ممكن تقوم علينا في الطريق، هنعمل ايه في الرياح الرهيبه بتاعت الصحراء ديت؟ يا رسول الله انت عندك 62 سنه، خلاص الشيب بدأ يظهر في راسك، هتروح بالصحه دي ازاي يا رسول الله؟ ده انت بدأت تصلي وانت قاعد عليه الصلاه والسلام، هتروح ازاي تواجه الروم يا رسول الله؟ انت هتقدر تطلع الرحله ديت؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بعد 22 سنه جهاد وتربيه ما قالش اطلعوا انتوا وانا هقعد، لا، كان اول واحد طالع معاهم. الرسول لسه له شهور ويموت يا جماعه، دي اخر غزوه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، اخر مره رسول الله هيخرج ينور الدنيا بفتوحاته، اخر مره هيمسك سيف ويقاتل اعداء الله، اخر مره خلاص الرسول بيتسحب من الامه. الرسول لسه له شهور ويموت عليه الصلاه والسلام. يا رسول الله ده انت صحتك اتحطمت بسبب الوفود، ده لو حد مننا سلم على 1000 واحد وابتسم في وش كل واحد يروح ينام يومين في السرير. انت جزيرة العرب كلها جات لك المدينة تسلم على ايدك، وكله عايز تسلم عليه وتضحك في وشه وتكلمه وتديله هدايا ويسألك. يا رسول الله، يا رسول الله انت الناس حطمت صحتك عليه الصلاة والسلام، ورغم السن بتاع النبي، ورغم ان الشيب بدأ يجي في شعر النبي، ورغم ان الضعف بدأ يجي في جسد النبي، ورغم الطريق الرهيب اللي هيتمشي في الغزوة، ورغم الوفود اللي حطمت صحة النبي، رسول الله يخرج مع الجيش. اكتر واحد استحمل العطش الرهيب اللي مفيش عطش زيه في تاريخ الغزوات حصل، اكتر واحد استحمل الجوع، يخرج رسول الله. طب يا حبيب الله، يا رسول الله احنا رايحين الروم وبصحتك ديت والوقت وبالظروف ديت وفي الحر ده، يا رسول الله ليه الروم؟ يا رسول الله الروم 40,000 جندي روماني الوقتي مستنيين على شمال الجزيره العربيه، مستنيين امر من الملك القسيس هرقل ان هم يجوا يهجموا على المدينه. 40,000 واحد لغايه الوقت، ودي بدايه الحشود، ده لسه قبائل شمال الجزيره العربيه المتنصره هتجمع كمان وهتكمل العدد وهيبقوا 100,000. 100,000 دول لو هجموا على المدينه مصيبه اكتر من كارثه الاحزاب 1000 مره. لو استنينا لغايه ما يجوا لنا هتبقى كارثه، لازم نخرج.
يخرج، لازم نقوم. الصحابه لما بدات الاخبار توصل لهم بداوا يترعبوا يا جماعه، مش يترعبوا، بداوا يحسوا ان الروم ممكن يهجموا في اي لحظه. التهديدات بقت عالميه خلاص، ما عادش قريش جايه وغطفان جايه، ده الروم جايين، امريكا جايه بخيلها ورجلها وقنابلها النوويه والهيدروجينيه والعنقوديه وام القنابل والطيارات المتحكم فيها الكترونيا والاسلحه الكيماويه. الموضوع ما عادش خلاص، ما عادش قريش وغطفان وخيبر، الموضوع بقى خطير يا جماعه. عمر بن الخطاب من كتر اللي وصل له الصحابه، لما الرسول اعتزل نساءه شهر، واحد راح يخبط على بابه في عز الليل يقول له، لان بنته حفصه منهم، عمر فزع قال له اهجمت غسان؟ الروم هجموا علينا ولا ايه؟ تخيلوا لو امريكا اعلنت الوقت انها تهجم علينا، هيبقى الاحساس ايه؟ الصحابه دقوا خوف رهيب عشان الدفاع عن الاسلام. كان موقف رهيب يا جماعه. طب يا رسول الله، طب اشمعنى الوقت؟ طب يا رسول الله، طب لازم الوقت؟ يا جماعه احنا الوقت قدامنا شهرين، جزيره العرب كلها بتجمع الثمار زيكم، مفيش وفود هتيجي تسلم، يبقى الحل ان احنا نطلع نقدم الروم بسرعه ونرجع اما تكون الوفود رجعت تاني. طب يا رسول الله والثمار بتاعتنا احنا واحنا مش عايزين نقطف، اختاروا يا انصار رسول الله، اختاروا يا مهاجرين، يا ثمار المدينه يا ثمار الجنه. خدي بالك ان في مواقف هيتعارض فيها الدين مع الدنيا، ولازم تختاري قدام ربنا الاغلى عندك، دينك ولا دنيتك. ادي موقف اهو، ويختار الصحابه دين ربنا، ويختار الصحابه ثمار الجنه، ويبعت الرسول وفود القبائل العرب المسلمه، تعالوا على المدينه، خدوا بالكم هنحارب الروم، كل واحد يجي في اقصى عده وعتاد ليه، وتتجاوب جزيره العرب تجاوب رهيب ما حصلش قبل كده، ويجتمع في المدينه وفود ورا وفود ورا وفود، 30,000 مقاتل مسلم يجتمعوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، وتبدا تحصل مشكله ضخمه يا جماعه. 30,000 واحد هنأكلهم منين؟ 30,000 واحد رايحين يقاتلوا القوه العظمى الاولى في العالم، يعني لازم الاعداد العسكري يكون رهيب. هنجيب لهم تسليح منين؟ معظمهم لسه معهوش التسليح الكافي، بل منهم ناس مش لاقيه تاكل ولا معاها دواب اصلا، ولا في ايدها سيوف ولا تملك حاجه. هنأكلهم منين وهنسلحهم ازاي؟ ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حمله تبرعات من اجل الجهاد. امتى بقى؟ امتى ترجع تاني الامه تسمع تبرعوا من اجل الجهاد، من اجل جهاد الكفار في العالم؟ ويبدا الصحابه يتجاوبوا تجاوب مبهر، ويبذلوا بطولات مبهره في الانفاق. اسمعوا يا اغنياء امه محمد، صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ عثمان بن عفان يسمع الرسول بيقول من يجهز جيش العسره، من يجهز جيش تبوك؟ عثمان يقول يا رسول الله علي 100 دابه باحلاسها واقتابها، حتى بالخيط اللي بيشدها يا رسول الله، حتى بالسرج اللي عليها، حتى باكلها والاكل بتاعها يا رسول الله. الرسول يدعو تاني كمان 100 يا رسول الله، الرسول يدعو تالت كمان 100 يا رسول الله باحلاسها واقتابها. يفضل الرسول يدعو لغايه ما عثمان يجهز تلت جيش العسره، 10,000 مقاتل مسلم يجهزهم عثمان بن عفان. 10,000 مقاتل، ده رقم قياسي ما حصلش في التاريخ. الرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا اغنياء امه محمد، تعملوا ايه للدعوه عشان ربنا يقول والرسول عليه السلام يقول لكم ما ضركم ما فعلتم بعد اليوم؟ عمر بن الخطاب قال بس انا معايا 6,000 درهم، انا النهارده هسبق ابو بكر، انا هطلع 50% من ثروتي لله، انا هروح للرسول ب 3,000 درهم. يجري على رسول الله يرمي 3,000 درهم قدامه، يلاقي ابو بكر اول واحد راح للنبي حاطط 4,000 درهم، 4,000 درهم كل ثروته في الحياه، رابع مره يخرج من ماله من اجل نصره الدعوه يا امه محمد، نصره دين الله. رابع مره الرسول يقول له ماذا تركت لاهلك؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يفضل يجيب فلوس ويروح ويجيب لغايه ما بعض الناس قالوا عاقل هو ام مجنون، هو واعي هو بيعمل ايه؟ فقراء الصحابه يا جماعه، واحد جاب كبش التمر للنبي عليه الصلاه والسلام، واحد جاب بعير اداه لاتنين من الجنود قال لهم اركبوه بالتعاقب طول الطريق، واحد تاني ملقاش حاجه رفع ايده في الثلث الاخير وقال يا رب انا بتصدق بعرض على كل مسلم، كل واحد شتمني او اذاني هو في حل يا رب،
ويتقبل الله صدقته سبحانه وتعالى. النساء خلعوا الذهب بتاعهم، الرسول ملأ ثوب كامل من خواتمهم وحلقانهم والخلاخل بتاعتهم. يا جماعه الاشعريين 70 واحد لا يملكوا شيء من حطام الدنيا بتوع اليمن، الرسول عليه السلام يدوم 6 دواب معهوش غيرهم، يعني كل 11 على دبه، يعني 2000 كيلو متر كل 11، هيمشوا 10 كيلو ويركب الواحد منهم كيلو بس لمده 2000 كيلو. البكائين السبعه جم للنبي: يا رسول الله احنا معناش حاجه ومعناش دواب ومعناش اكل ومعناش شرب ومعناش سيوف، يا رسول الله يا رسول الله مش قادرين نتصور ان احنا مش هنجاهد في سبيل الله، يا رسول الله يا رسول الله الشهداء يغفر لهم مع اول دفقه من دمهم واحنا لا، الشهداء يأمنوا من ألم الموت واحنا لا، نتحرم من ثواب ان احنا نأمن من فتنة القبر وعذاب القبر، يا رسول الله عايزين نجاهد، عايزين دمنا يسيل عشان ربنا. الرسول عليه السلام يقول لهم: لا اجد ما احملكم عليه. مفيش، هي دي عدتنا واحنا طالعين نقاتل القوة العظمى الاولى في العالم؟ لا اجد ما احملكم عليه. طب دبه واحده لينا احنا السبعه، لا اجد ما احملكم عليه. يمشوا ويقفوا بين ايدين ربنا تنهمر دموعهم زي شلال الدم النازف، وينزل قول الله يخلد الموقف: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ويجي الموعد بتاع خروج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 مقاتل يا جماعه، اكبر عدد قاده الرسول في حياته، اكبر جيش عسكري ورا الرسول، منهم 10,000 فارس. في بدر كنا فارسين 2 بس، المقداد والزبير فيما اذكر، 10,000 فارس يا اخواني، تخيلوا. والاول مره يحصل في التاريخ كله، مشهد لاول مره يحصل في التاريخ، الامه العربيه كلها خارجه ورا محمد بن عبد الله وهو رافع رايه الاسلام. المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطه عشان حاولوا ان هم يحققوه فشلوا. غزوه تبوك ضربه لكل واحد بيقول انه عايز الوحده العربيه وما يتبعش الاسلام. المره الوحيده اللي حصل فيها الوحده العربيه في التاريخ كانت تحت لواء محمد بن عبد الله. الجيوش العربيه كلها خرجت تستحمل الجوع والعطش مع بعض. يا اللي بتقول الوحده العربيه الاسلام هو الحل، ولا حل الا الاسلام. الحاجه الوحيده اللي وحدت العرب في التاريخ هو الاسلام. ويبدا المنافقين يبذلوا جهود رهيبه من اجل ان هم يحطموا اعصاب المسلمين. واحد مؤمن ابوه منافق كبير، ابوه منافق غني جدا، راح لابوه يقول له: يا ابتي يا ابتي انت من اغنى الناس مالا، لا تخرج ولا تخرج حد وتحمل حد يا ابتي. يقول له: يا بني اني لا امن على نفسي من الروم وانا في بيتي اخرج اليهم. انتوا اتجننتم، انتوا خارجين تحاربوا الروم، رايحين تحاربوا القنابل النوويه والذريه والهيدروجينيه والعنقوديه والذكيه انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا مش عارفين الروم، مش عارفين سيوفهم، مش فاكرين لما خالد بن الوليد في مؤتة اتكسر 9 سيوف في ايده قدام سيوفهم؟ دي مش سيوف، ده بالنسبه للي في ايدكم، ده اللي في ايدكم شويه صفيح. ويبدا المنافقون يقولوا: لا تنفروا في الحر. ربنا يقول: قل نار جهنم اشد حرا. اشد حرا يعني اللي مش هينصر دين ربنا هيتشوي في نار جهنم. ابن سلول يقول: ايحسب محمد ان قتال الروم لاعب؟ هو بيحسبها لعبه؟ لكأني باصحابه غدا وهم مقرنين بالحبال. كانت اعصاب الصحابه انها تتحطم، ولكن ينزل قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا، يا اللي قلتوا انكم مؤمنين، يا اللي بيعتم على الايمان، اثبتوا النهارده انكم مؤمنين. مالكم يا مؤمنين؟ اتغيرتوا ليه؟ اتبدلتوا ليه؟ اتفتنتوا ليه؟ مالك يا امه محمد؟ ايه اللي حصل لك؟ مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قوموا انصروا دينكم، قوموا دافعوا عنه، ثاقلتم الى الارض، كلمه وزنها طن. مالكم؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ متع الدنيا شغلكم عن متع الجنه يا مسلمين. فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنفروا يعذبكم. لو ما قمتوش، لو ما نصرتوش هيسيبنا؟ لا، هتتعذبهم. هتنتشر في الامه العنوسه والبطاله، هتنتشر في الامه الامراض المزمنه والفقر، هينتشر في الامه الاكتئاب والبلطجه، هينتشر في الامه الذل ونتذلل اليهود
احقر خلق الله، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. الامه كلها مهدده بالاستبدال لو ما قامتش. ويجي شهر رجب 9 هجريه ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراه 30,000 صحابي، والرسول يجمع الصحابه في جنوب المدينه الاول، تبوك في الشمال فوق خالص. النبي يرجع الصحابه في الجنوب عند ثنيه الوداع عشان تبقى هي المنطلق. ليه يا رسول الله ثنيه الوداع؟ ليه؟ لان دي اللي من 9 سنين النبي دخل منها المدينه في الهجره وهو مطارد مهدد بالقتل مطرود، كانه بيقول لهم قبل ما تحاربوا اهل الباطل افتكروا اليوم ده، افتكروا عملوا فينا ايه، افتكروا اهل الباطل حاربوا الدين قد ايه. وينطلق 30,000 جندي موقنين بنصر الله، عارفين انهم هيمشوا في طريق ما مشاش فيه بشر، عارفين انهم هيسيبوا الثمار تسقط وتعفن على الارض، عارفين انهم رايحين للقوه العظمى الاولى للعالم عشان نعرف يعني ايه صحابه، عارفين انهم رايحين ل40,000 جندي مستنيينهم روماني، عارفين ان اسلحه الرومان رهيبه، اسلحه عمرها ما شافوها ولا تخيلوها. ويطلعوا والرسول في اول الطريق طالع بعد شويه يلاقي واحد جاي من بعيد وبيجري على رجليه بيجري. الرسول يبص ويقول كن ابا ذر، كن ابا ذر. ده مين ده؟ ابو ذر الغفاري. فعلا كان راكب حمار مريض ملقاش غيره، الحمار قاعد يقف ويمشي ويقم، في الاخر سايبه وطلع يجري. هتمشي 2000 كيلو متر على رجليك يا ابو ذر؟ امشي عشان ربنا، عشان ما تخلفش عن رسول الله. في ناس مشوا ال 2000 كيلو متر على رجليهم يا جماعه. كان في تهديدات رهيبه ومخاطر رهيبه ممكن تحصل، كان في احتمال ان يحصل مجاعه. ليه؟ المسلمين كان بيتعاقبوا في التمره، يعني تمره لكذا واحد يقعد كل واحد ياخد فيها شويه، كان كل واحد له ثمره واحده بس في اليوم. كان في تهديد ان يحصل عطش رهيب ممكن يموتوا بسببه، لان كان في الاف المسافات رهيبه ما فيش فيها ابار اصلا، هيمشوا فيها ازاي؟ عطش رهيب في تبوك ما حصلش قبل كده. كان الحر رهيب لدرجه ان بيع بعض كبار الصحابه ما قدرش يخرج. كان في تهديد بعواصف رمليه خطيره في الطريق وفعلا حصلت. كان في تهديد ان بعض الاماكن فيها امراض واوبئه متوطنه وممكن يصاب الجيش باوبئه في هذا الطريق، وكل ده حصل. الحر الرهيب حصل، الريح جت، الجوع حصل، العطش الرهيب حصل. وتحملوا ليه؟ عشان الدين ما يتعرضش للخطر، عشان المدينه ما تتضربش وما تتحصلش من الروم. احنا نتعرض للخطر انما الاسلام لا، الا الدين، الا ديني. ده الاسلام ده هو الحل لمشاكل ديننا ودنيتنا واخرتنا. ويطلع صحابه رسول الله وتبدا المشاكل يا جماعه. اول مشكله حصلت، اول مشكله العطش الرهيب، الميه خلصت وبداوا يمشوا مسافات شاسعه ما فيش فيها ميه، يعدوا على ابار ثمود اللي ربنا اهلكهم، يجوا يشربوا، النبي يقول لهم ممنوع، ابار ثمود دي ما حدش يشرب منها. يكملوا يروحوا للرسول يقولوا له في صحيح مسلم يا رسول الله هلكنا، عطشنا يا رسول الله، خلاص يا رسول الله احنا حلقنا تمزقت من العطش يا رسول الله، هنموت، مفيش امل، هنموت يا رسول الله. يا رسول الله احنا 30,000 واحد جايين للنبي بيقولوا له عطشانين، والنبي واقف قدام 30,000 واحد هيشربوهم ازاي؟ هلكنا. الرسول يقول لهم تسيرون ليلتكم ثم غدا تدركون الماء ان شاء الله. يعني قدامكم حوالي 15 ساعه بينكم وبين الميه، 15 ساعه. اول ما الجيش يسمع المنظر ده، في صحيح مسلم وصف رهيب بيقول لك فانطلقنا لا يلوي احد على احد، 30,000 واحد مفيش حد ماشي جنب التاني، كله بيجري، يا يلحق يشرب يا ما يلحقش، يا يلحق يشرب يا يموت قبل ما يلحق. تخيلوا يا جماعه المنظر من السماء وربنا مطلع عليهم وكل واحد بيجري يلحق بق ميه، دقوا عطش رهيب. معقوله ربنا يسيبهم؟ لا يمكن ربنا هيسيبهم. قابلوا واحده عربيه في الطريق فبيقولوا لها اين الماء؟ قالت لهم ايها انتوا فين والميه فين؟ ده انتوا بينكم وبينها بلاد وبلاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصمم انه يبقى اخر واحد في الجيش، عشان زي ما ربنا قال له من 20 سنه ولا تعد عيناك عنهم، ما تشيلش عينك من عليهم. يفضل اخر واحد يدق اشد عطش ومصمم انه يبقى اخر واحد عشان يشوف الجيش كله. الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان بقى عنده 62 سنه، وكان منظر النبي راكب على الدبه، سنه جسمه بدا يضعف، شعره بدا يبيض، بدا يبقى فيه شعرات بيضاء في راس النبي عليه الصلاه والسلام. من كتر الاجهاد والتعب نام النبي على الدبه، نام وهو ماشي في صحراء خطيره بالليل. النبي هيقع من على الدبه، يجي ابو قتاده يسنده، النبي يرجع تاني شويه ينام، ابو قتاده يسنده لما يجي يقع تاني شويه
شويه خلاص هيقع هينجفل عليه الصلاه والسلام. ابو قتاده يسنده ثالث، الرسول يصحى يبص يلاقي ابو قتاده يقول له حفظك الله بما حفظت به نبيه. ده وعد رسول الله لكل واحد هيدافع عن سنته وهيدافع عن دينه وهينصر الرسول عليه الصلاه والسلام. ويشتد العطش بالجيش، ويبدا الجيش يحس انه خلاص هيموت مش هيقدر يوصل للميه، ويبدا المهلكه الصحراء اللي حواليهم مفيش امل ولا في بوادر ميه، وربنا يفجر معجزه لجيش محمد اللي استحمل المفازه دي كلها عشان ربنا، ويتفجر الماء من بين اصابع رسول الله. 30,000 واحد يشربوا ويتوضوا من بين اصابع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قول عليه الصلاه والسلام زي ما يوم القيامه الامه كلها هتشرب من بين ايديه. الصحابه يا جماعه لما انطلقوا في الصحراء في تبوك عشان ربنا فجر لهم الميه من ايد النبي. لما ربطوا الحجر على بطونهم في الخندق عشان ربنا بشرهم بملك كسرى وقيصر. لما خرجوا يحاربوا قريش في بدر عشان ربنا نزل لهم الملائكه يقاتلوا معاهم. وتنجو مشكله العطش اللي وصل بعض الصحابه انه يذبح الابل بتاعته ويعصر بطنها عشان الميه اللي في بطنها تنزل في بقه من شده العطش الرهيب. بس لسه الاخطار ما خلصتش، لسه يا جماعه يتعرض الصحابه لمجاعه خطيره جدا. الصحابه خارجين اصلا ما كانوش جانوا الثمار من على الاشجار، يعني اصلا التمر وكميه الطعام اللي معاهم قليله جدا، كان ممكن يتعاقبوا في التمره، كان كل واحد له ثمره في اليوم وفعلا تخلص ازواج الصحابه وتبقى مشكله خطيره جدا، ويروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام من الجوع يا رسول الله ناكل ايه؟ 30,000 واحد جايين للنبي جعانين وفي وسط الصحراء. النبي عليه الصلاه والسلام طب هيعملوا ايه؟ يقولوا له يا رسول الله ائذن لنا ان نذبح نواضحنا، نذبح الابل اللي احنا راكبين عليها. الرسول ما هو فيش حل، ما هو يا يموتوا يا يذبحوها. عمر راح للنبي بعد ما النبي اذن لهم قال له يا رسول الله فما بقاؤنا بعد نواضحنا، لو ذبحنا الابل هنكمل ازاي وهنرجع ازاي يا رسول الله؟ ده احنا نموت بعد ما نذبحها. الرسول عليه السلام يعمل ايه؟ الجوع اشتد بالجيش والموضوع بقى خطير، وبدات فعلا مجاعه حقيقيه تحصل في الجيش، ويؤمر الرسول كل الجيش انه يجيب باقي الطعام اللي معاه، ده يجيب كسرات خبز وده يجيب شويه تمر، ويدعو رسول الله ويهتف بالله ان ربنا يبارك في هذا الطعام، ويدعو الجيش كل واحد يجي يغرف طعام. 30,000 واحد ياكلوا والاكل ما يخلصش. ايه المعجزات دي؟ لانهم خرجوا عشان ربنا، لانهم جهدوا عشان ربنا. لان يا جماعه لما بنقدم كل حاجه معانا لربنا، ربنا بيدينا من عنده بقى. لما اللي عندك خلص عشانه، شوف بقى انت اديته على قدرك هو هيديك على قدره سبحانه وتعالى. الطعام المبارك وياكل 30,000 واحد. بس لسه الاخطار ما خلصتش يا جماعه، زي ما فعلا كان متوقع رياح صحراويه رهيبه تهب على الصحابه. الرسول عليه السلام يامرهم ان كل واحد يقعد في المعسكر جنب بعضه، يقعدوا في المعسكر ما يمشوش. 2 من الانصار يخالفوا الامر، الرياح تحمل واحد منهم تطيره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم بعد ما كادوا ان هم يقتلوا. كان جيش، الطريق كان رهيب والطريق كان اخطار رهيبه. وفي ليله من ليالي تبوك يموت ذو البجدين. مين ذو البجدين ده شاب يا جماعه يتيم فقير، شاب ابوه مات ونشأ يتيم، عمه كفل واغناه واداله فلوس، سمع ان النبي هاجر المدينه قال لعمه عايزين نسلم ونروح للنبي، عمه يفضل يعلله ويأجل، تمر سنه واثنين وثلاثه وسبعه تتفتح مكه، يعرف ان عمه مش هيجي ولا هيسلم، يستغيث